كيف تجي يوناني وحجازي مع بعض؟ كيف تيجي؟ كيف تجي؟ كيف تيجي؟ تيجي ازاي؟ كولياندرو عملها. وتعالوا خلونا نشوف كيف عملها. حعرفكم على هم الاطباق وابدا معاكم بسمبوسك، بس حشوه ايش اتحداكم تجيبوها. سمبوسك ماك اند تشيز، شفتوا الميكس العجيب كيف؟ بس الصراحه لذيذه. وقبل لا نبدا وندخل في شوربه الماشروم، حعرفكم على المطعم بجملتين مره مختصره. جونا من بلاد الإغريق على نكهة الحجاز العريق. كولينادرو مطعم يوناني بلمسة حجازية، ومخبز كمان، وعندهم الفطور، وصالتهم الداخلية حلوة وواسعة وتكفي المدينة كلها ما شاء الله، مو بس أعداد الكبيرة. ونرجع للزانيا، بس مو أي لازانيا زي اللي احنا عارفينها طبقات ومفرومة وانتهينا، لا، هذه رز ومفرومة والطبق يوناني بحت وعلى فخار وحكايته حكاية، وفطيرة وفتة باذنجان مميزة الصراحة ومختلفة على إن احنا ناكلها دايما يعني. هذه تحسوها كده تحيركم كده شوية، تضيعكم في الطعم، فيها كده طعم غريب. انا جاي لك ب3 عصير من الأعصار الطبيعية عندنا في المطعم، 1 برتقال، 1 ليمون نعناع، وواحد بطيخ بالسعودي حبحب. ايش الطبق اللي دخل علينا ده؟ موزات بليفتو مع خلطة مدينية برز اليوناني بعشاء خفيف. يا عيني. وزي ما انتم شايفين يقطع لكم الموزة ويرتب لكم هي على الصحن ويرش لكم فوقها مكسرات. واخيرا الطبق اللي رشح لكم هو مسخن، مو مسخن، مسخن رول بخلطة غريبة كله على بعضه طعم. وده قرنبيط مشوي بالطحينة، لو تحبوا تجربوا شيء جديد ده طبق موفق. ومطعم كولياندرو ابدا ما يضيع. حوريكم هو من البلكونه الجلسات الخارجيه حقتهم هنا اللي فوق. شوفوا عندكم هذا ممشى الهجره الطالع، اسواق التميمي، المحلات المشهوره هنا، والمطعم في الدور الثاني في نفس المجمع اللي فيه له وهمي وفيه له بلبن. حتحصلوه هنا وبالهنا والعافيه عليكم.